اكيد اللي عمل الفيلم ده مش انسان طبيعي، لانك لما تكون عاوز تعمل فيلم رعب وبعد كده تعمل فيلم لا يخضع لاي من قواعد افلام الرعب المعروفه، وبالرغم من ده فبتعمل فيلم يعتبر من اقوى افلام الرعب والمصنف الاول في افلام الرعب النفسي في تاريخ السينما، فاكيد مخرج الفيلم ده مش طبيعي. فيلم النهارده اللي هنتكلم عنه هو فيلم ذا شاينينج، وهو من بطوله جاك نيكلسون ومن اخراج ستانلي كوبريك. بتبدا الحكايه في فندق اوفرلوك واللي موجود في ولايه كولورادو في منطقه معزوله عن العالم. الفندق الفتره اللي بيشتغل فيها هي تقريبا 7 شهور في السنه، وباقي السنه مش بيبقى فيه نزلاء بسبب التلج اللي بيبقى مغطي الطريق للفندق، وبناء عليه فملاك الفندق بيقرروا انهم يقفلوه في الفتره دي، ولكنهم بيحتاجوا لشخص واحد يكون متواجد في الفندق علشان ياخد باله من المكان. وده بيخلينا نتعرف على بطل قصتنا جاك، واللي بيتقدم الوظيفه المطلوبه وبيتقبل. جاك مدرس سابق وحاليا بيشتغل كاتب، هو متزوج وعنده ولد اسمه داني. جاك في مقابلته مع مدير الفندق بيقول له انه كان في واحد من اللي كانوا شغالين في الوظيفه اللي هيشتغلها حصل له حادثه بشعه، وهي انه حصل له حاله من الجنون خلته يقتل زوجته وبناته الاثنين وبعدين يقتل نفسه. وبالرغم من اللي جاك سمعه وبالرغم من انه عارف انه هيبقى معزول تماما عن العالم وهيفضل محبوس لوحده في الفندق لمده 7 شهور، لكنه بيقبل بالوظيفه. ومع انتقال عائله جاك للفندق بنلاقي ان داني ابن جاك بيشوف حاجات غريبه وبيكتشف حاجات اغرب في الفندق، زي انه بيشوف ناس ماتت من سنين طويله، او انه ممكن يشوف احداث حصلت في الماضي او احداث هتحصل في المستقبل. ومع حاله الاضطراب اللي بيمر بيها داني بيقابل واحد من العاملين في الفندق واللي عنده نفس الحاله اللي موجوده عنده، وبيقول له ان كل اللي بيمر بيه ده هو موهبه مش موجوده غير عند نسبه قليله جدا من البشر، واللي بيطلقوا عليها البريق او ذا شاينينج. بعد كده بيرحل جميع العاملين والنزلاء من الفندق علشان يفضل جاك وعيلته لوحدهم. وبعد شهر بتحصل احداث غريبه في الفندق، وبنعرف ان في ارواح ساكنه فيه من زمن طويل. ومع الاحداث اللي بيحصل تحول كبير جدا في شخصيه جاك، وبيتحول من شخص هادي لشخص مجنون تماما، وبتسيطر عليه قوه خفيه واللي بتتحكم فيه بشكل كامل. بعد كده بتتحول حياه جاك وعيلته الجحيم لما بتبدا ملامح الجنون تظهر عليه، وبيبتدي يشوف ناس من الماضي ويتواصل معاهم. داني كمان بيشوف رؤى لاحداث غريبه حصلت في الفندق في الماضي وهتحصل في المستقبل. كل الاحداث دي خلت جاك يفكر انه يقتل مراته وابنه، وفعلا حاول انه يقتلهم، لكن مراته سبقته وحاولت انها تحبسه لما حست بجنونه. لكن جاك هرب وفضل يطارد ابنه ومراته علشان يقتلهم. فيا ترى جاك هيقتل ابنه ومراته ولا هيقدروا يهربوا؟ في سنه 79 قرر ستانلي كوبريك تحويل روايه ستيفن كينج المشهوره ذا شاينينج لفيلم. ستيفن كينج كتب عبقري وعلم من اعلام ادب الرعب، وكتب روايات كتير مشهوره وعمل سيناريوهات لافلام عظيمه جدا، لكن فيما يبدو ان كل ده كان غير كافي بالنسبه لكوبريك، لانه غير تماما من الروايه الاصليه اللي كتبها ستيفن كينج، لدرجه انه اضاف حاجات وشال حاجات كتير واضاف بعد نفسي للشخصيات ما كانش موجود في الروايه الاصليه. وده طبعا اثار غضب ستيفن كينج جدا، واللي صرح ان الفيلم ما عجبهوش وانه اتصدم لما شافه، وانه برضه ندم على المشاركه في العمل ده. وبناء عليه فستيفن كينج فضل مستني الفرصه المناسبه انه يقدر يقدم وجهه نظره في الروايه، واللي دمرها تماما ستانلي كوبريك. وفعلا جات له الفرصه وصدر سنه 97 مسلسل من 3 حلقات ماخوذ عن روايه ذا شاينينج، لكن المره دي من وجهه نظر ستيفن كينج بدون اي تغيير في الروايه الاصليه زي ما عمل ستانلي كوبريك. وبالرغم من المسلسل حقق نجاح في بدايته، لكن مع الزمن تم نسيانه تماما وما حققش جزء من النجاح اللي حققه الفيلم على مدار سنوات طويله، واللي خلته يتم تصنيفه كواحد من افضل افلام الرعب في تاريخ السينما. لكن المسلسل بتاع ستيفن كينج كان ليه فوائد مهمه جدا، واول فايده هي انك لما تشوف المسلسل هتعرف مدى عبقريه ستانلي كوبريك، واللي هتظهر في قدرته في تحويل روايه رعب عاديه تخضع لقواعد الرعب المعروفه لفيلم عبقري لا يخضع لاي قاعده من قواعد الرعب، بل بالعكس هو خلق قواعد خاصه بيه تم اعتمادها في افلام كتير بعد كده، وخلته في طليعه افلام الرعب وافضل فيلم رعب نفسي على الاطلاق. الفايده الثانيه هي ان المسلسل ده فهمني حاجات كتير جدا ما كانتش مفهومه في الفيلم بالنسبه لي، زي ايه هي حكايه الست اللي كانت موجوده في الغرفه 237 في الفيلم او الغرفه 217 في الروايه، واللي تم تغيير رقمها في الفيلم بسبب ان ملاك الفندق طلبوا تغيير رقم الغرفه، وده علشان هم عندهم غرفه فعلا بنفس الرقم، فلو الغرفه دي ظهرت في الفيلم ممكن الناس تخاف تنزل فيها بعد كده، فبناء عليه تم تغيير رقم الغرفه. والحاجه الثانيه واللي اخذت مني مجهود كبير جدا علشان اقدر افسرها هي ايه حكايه الصوره اللي ظهرت جاك تورنس في اخر الفيلم، واللي بيرجع تاريخها لسنه 1920. ده بالاضافه لحاجات كتير جدا ما كانتش مفهومه في الفيلم لكن فهمتها من المسلسل اللي اتعمل سنه 97. فاول حاجه هنتكلم عنها هي عبقريه ستانلي كوبريك. ستانلي كوبريك لما اختار ممثل عشان يعمل شخصيه جاك تورنس اختار جاك نيكلسون، واللي كان ممثل لسه في بدايه حياته وما كانش عامل غير فيلم واحد بس، واللي كان اول خطوه حقيقيه في مسيرته، وهو فيلم الرائع والعبقري وان فلو اوفر ذا كوكوز نيست. ولكن بالرغم من ان جاك نيكلسون كان لسه في بدايه مسيرته الفنيه الحقيقيه بعد مشاركه لفتره تخطت ال 20 سنه في ادوار ثانويه يمكن ناس كتير مننا ما يعرفهاش، لكن جاك نيكلسون اثبت صحه اختيار ستانلي كوبريك ليه بالاداء العبقري اللي عمله في الفيلم. وهتشعر بعبقريه جاك نيكلسون ومدى الاهميه والعمق
اللي اضافه لشخصيه جاك تورنس لما تتفرج على نسخه 97 من ذا شاينينج وتشوف الفرق الشاسع ما بينه وبين الممثل ستيفن ويبر اللي عمل شخصيه جاك تورنس في نسخه 97. ولما تشوف الممثله شيري ديوفال اللي عملت دور ويندي هتلاقي ان شكلها وملامحها بيخدموا وجهه نظر ستانلي كوبريك في الفيلم، على عكس ريبيكا اللي عملت دور ويندي في النسخه الثانيه. ده حتى الطفل اللي عمل دور داني كان متميز جدا بطريقه ادائه وطبقه صوته المرعبه. Red rum, red rum, red rum, red rum. ستانلي كوبريك كان بيعتمد على فكره اساسيه وكان بيحاول يوصلها للمتفرج طول الفيلم، وهي انه يوصل له احساس العزله والوحده اللي بيخلق بالتبعيه الاحساس بالخوف. وطبق الفكره دي من خلال كذا حاجه، زي مثلا اختياره للاماكن اللي بيصور فيها، وهنلاحظ ده بقوه لما نشوف منظر الفندق اللي اختاره ستانلي كوبريك، وهنلاقي انه واخد اكستريم لونج شوت للفندق علشان يبين انه لوحده تماما ما بين الجبال، وان في مساحات فاضيه كتير في الكادر علشان يوصل لك برضه احساس العزله. وهتلاحظ الفرق لما تقارن ما بينه وبين الفندق اللي كان موجود في نسخه 97. ده حتى الطريق اللي بيوصل الفندق وزاويه تصويره برضه بتوصل لك احساس انك رايح مكان بعيد ومعزول. من الحاجات اللي عملها ستانلي كوبريك علشان يوصل لنا احساس العزله والوحده هي برضه الكادرات اللي كان بياخدها للممثلين، فهتلاقي دايما انه بياخد الممثل لونج شوت وبيحط الممثل في نص الكادر، فبيبقى حواليه برضه مساحات كتير فاضيه. وهتلاقي كتير برضه ان الممثلين دايما في كادرات لوحدهم. وضيف لده كمان حركه الكاميرا اللي كانت بتوصل لك احساس انك مشارك في الاحداث مش مجرد متفرج. ومش عاوز انسى برضه الموسيقى التصويريه اللي كانت بتصدر لنا احساس التوتر والرعب، واللي كان فيها تناسق غريب مع الاحداث زي ما نشوف في المشهد ده. How's it going? تركيز ستانلي كوبريك على التروما اللي كانت عند جاك تورنس واللي سبب ان والده كان بيعاني من مشاكل في الشرب، وده بالاضافه انه كان دائم الاعتداء عليه، فده عمل مشكله نفسيه لشخصيه جاك وخلته يبقى مدمن للشرب وعنده مشاكل في التحكم في الغضب، واللي اثرت بعد كده على حياته بشكل كبير وخلته يتفصل من شغله كمدرس، وخلته برضه دائم الاعتداء على داني ابنه زي ما كان ابوه بيعمل معاه بالظبط. والتروما اللي عند شخصيه جاك خلقت عنده برضه حاله من العزله الداخليه اللي موجوده جواه، واللي حاول ستانلي كوبريك انه ينقلها لينا من خلال الادوات اللي اتكلمنا عنها. فتركيز ستانلي كوبريك على التروما اللي موجوده عند جاك تورنس ومحاوله تصدير احساس العزله والوحده للمشاهد حول لروايه ستيفن كينج من روايه رعب عاديه بتعتمد على فكره مكان ملعون بيحاول يجتذب طفل عنده قدرات خاصه لفيلم من افضل افلام الرعب النفسي من غير اي اعتماد على فكره المكان الملعون ومشاهد الاشباح والدماء كمصدر لتصدير الرعب للمشاهد. فهتلاقي انك وانت بتتفرج على الفيلم هيوصل لك احساس الرعب لكن مش عارف ايه السبب، لان الرعب اللي تم تقديمه في الفيلم هو في الاساس رعب نفسي بيتداخل جواك بشكل غير مباشر من غير ما تحس. ونيجي بقى لنقطه مهمه جدا وهي تفسير بعض المشاهد والاحداث الغير مفهومه تماما في الفيلم. فهنحكي حكايه سريعا كده علشان نوصل للنقط الغير مفهومه ونقدر من خلالها نفهم الحكايه بالكامل، وده هيتم من خلال اننا نعمل ميكس كده ما بين الاحداث اللي حصلت في الفيلم والاحداث اللي حصلت في القصه الحقيقيه واللي شالها بعد كده ستانلي كوبريك في معالجته للروايه. جاك تورنس شخص عنده مشاكل نفسيه من صغره وبيوصل هو وعيلته لفندق ملعون، وسبب لعنته في الاساس هو ملك الفندق الاول هاري ديرود وافعاله الشاذه واللي حاول يعبر عنها ستانلي كوبريك في المشهد الغريب بتاع الدب. ونتيجه للعنه اللي لحقت بالفندق فحصل فيه احداث كتير غريبه زي حادثه انتحار السيده اللي كانت موجوده في الغرفه 237 واللي كانت زوجها لمحامي مشهور انتحر برضه في الفندق، وحادثه قتل مستر جريدي مدير الفندق السابق لاسرته وبعد كده انتحاره، وده بالاضافه لبعض حوادث ثانيه كتير حصلت ولم يتم ذكرها في الفيلم ولكن بالطبع تم ذكرها في القصه الاصليه. فندق اوفرلوك بيقوم بجذب الشخصيات الشاذه واللي عندها مشاكل نفسيه زي مستر جريدي وشخصيه جاك تورنس واللي كان عندهم تقريبا نفس المشاكل، وده علشان يقوموا بمتابعه الفندق في فتره الشتاء وبعد كده بيتم سلب ارواحهم لينضموا للارواح الشاذه اللي موجوده في الفندق. وده هيخلينا نفهم هو ليه دايما بيبقى التحول في شخصيه مدير الفندق على عكس باقي الافراد واللي مش بيبقى فيه اي تحول او تغير في شخصيتهم، لان الشخصيات اللي بيختارها الفندق هي شخصيات مريضه وشاذه في الاساس. ونيجي بقى المشهد الاهم والاغرب في الفيلم واللي في ناس كتير حاولت تفهمه لكن محدش قدر يوصل للحقيقه، وهو مشهد صورة جاك تورنس في اخر الفيلم واللي بيرجع تاريخها لسنه 1920 واللي ما كانش ليها اي تفسير في القصه الحقيقيه لانها من ابداع ستانلي كوبريك، لان النهايه في القصه الاصليه كانت بتنتهي بانفجار الفندق. وبعد بحث طويل وصلت ان التفسير الوحيد والمنطقي واللي اظن ان كان يقصده ستانلي كوبريك هي ان شخصيه جاك تورنس هي استنساخ لروح قديمه لمدير سابق كان موجود في الفندق، واللي يثبت الكلام ده مشهدين. اولهم لما قال لزوجته انه بيحس ان اول ما جه الفندق حس انه كان موجود هنا قبل كده. When I came up here for my interview, it was as though I'd been here before. It was almost as though I knew what was going to be around every corner. والمشهد الثاني كان حواره مع مستر جريدي واللي قال له فيه الجمله دي. But you are the caretaker. You've always been the caretaker. ده غير طبعا تعامل الارواح معاه بشكل طبيعي جدا. Good evening, Mr. Torrance. Good evening. Good evening, Mr. Torrance. It's good to see you. Good to be back, Lloyd. ومع ربط كل المشاهد دي بالمشهد الاخير هنوصل لفكره تناسخ الارواح
اللي بتفسر المشهد ده. المهم ان فيلم ذا شاينينج من اقوى افلام الرعب اللي ممكن تشوفها في حياتك كلها، وافضل فيلم رعب نفسي في تاريخ السينما. وبس كده، سلام.